عند شريف لا يضحك عليك بسبة تفحيطة وتفحيطين نطلتين وغيرها. انت بنت عندك كرامة. ترى العرض لا ضاع مصيبة، العرض لا ضاع مصيبة. إذا كنت تريد النجاة يا شاب يا صغير، لأنك أخوي، واعذروني أني أتكلم بالكلام هذا لأنكم أخواني وأنا أخوكم، وحق الأخ على أخيه أن يصرح له. أنت يا شاب تلبس لبس ويقول لك أنا صادق. إذا كان لك الآن إذا كان لك علاقة مع واحد أكبر منك بسنين ويركبك بالسيارة ويوديك للمقاهي ويوديك إلى أماكن الاستراحات والغناء والعود والشربكة والطربكة وغيرها، ويقول لك هذا أنا صادق بصحبتي لك، ويقول لك أنا صادق بخوتي لك، ويقول لك والله إني لك وفي وأمين. كذاب، والله إنه كذاب. وأعطيك نتيجة هذا الكذب، إذا كان هذا خان الله أمانته وخان الله جل وعلا من فوق 7 سماوات وخان أمانة الدين، هل يكون معك وفي؟ هو الآن خان أمانته مع الله، هو الآن ضيع نفسه في الدنيا، هو الآن ما كان وفي مع الله. بالله عليك افتح لي عقلك، يكون وفي معك؟ والله ما يكون وفي معك، والله انه ذئب بشري، انه ينتظرك يوم من الايام كي يلعب على هذا الجسم الرقيق. وشوفهم دخلنا عليهم بالسجون يا اخوان بالاحداث. اختم هذه الكلمة، دخلت يوم من الايام في دار الاحداث، قال لي مدير الاحداث يا ابو عبد العزيز فيه شاب بالسجن الانفرادي. قلت ليش؟ وش قضيته؟ قال هو اللي طالب انه يكون بالسجن الانفرادي. قلت وش قضيته؟ قال هذا الولد اختطف من شاب وفعل به ما فعل وصوره وفضحه بين الناس. دخلت على الشاب يا اخوان يبكي، دخلت على شاب نحيل الجسم، دخلت على شاب تكالبت عليه هموم الدنيا، دخلت على شاب مسكين. أول ما دخلت عليه يا إخوان وينهار بالبكاء. قلت يا أخوي أنا أخوك واعتبرني قريب لك، ما عليك وأنا أخوك عامر. بدأ يبكي قال يا أبو عبد العزيز أبوي يوم درى عن الاختطاف وأنا وقعت بين يد ذئب بشري، أنا خطيت وأنا الآن عمري 14 وصغير. أبو عبد العزيز أبوي الآن وأمي وإخواني لهم 4 شهور ما حد يكلمني، ما حد يكلمني. قلت عطني قصتك. قال كنت في بداية العمر، أبلغ من العمر 11 سنة، تعرف علي شاب كان يمر البيت ويسلم علي ويعطيني ابتسامة. يا ويله من الله، يا ويله من الله، ابتسامة من أجل الشيطان، سلام من أجل الشيطان، ضحك من أجل الشيطان. يقول بدأ إلى أني وثقت فيه، بدينا نروح، بدينا نمشي، بدينا نفر، بدينا ندور. ما كان يظهر لي عن ذلك الإنسان أنه خبيث. يقول يوم من الأيام طلعنا إلى أحد الأماكن فأعطاني شيء، ما كنت أعرف الخمر. يقول والله ما كنت أعرف الشراب. يقول شربت زي ما يقولون فقد الولد. يقول يوم قمت إلا الفضيحة، إلا مصور وفاضحة أمام الله وخلقه. يقول درى أبوي قبض علينا، هذاك مسجون. قال أبوي والله ما طب البيت مدامي حي. يقول انهرت وضماني الأحداث. يقول تكفى يا أبو عبد العزيز، أنا الآن أخطيت، أنا الآن صرت ضحية ذئب بشري. أبوي رحنا لأبوه وقلت لأبوه تكفى ولدك صغير، تكفى ولدك صغير. قال يا شيخ إذا كنت جاي على من أجل ولدي رجاء لا تفتح الباب. قلت اكتب لي ورقة أنك تتبرى من ابنك، ولدك صغير طاح بين يدي ذئب بشري.
والله أن تاكلها الذئاب البشرية. بدأ يصيح لأبوه، قال وش أسوي؟ قلت اركب معي. ركب معي، ما كان يتوقع يوم من الأيام الولد إني أنا جايب من أبوه من 4 شهور ما سلم عليه. طلع الولد يا أخوان، دخلت على الولد قلت يا فلان، قال نعم. قلت لك مفاجأة. قال يا أبو عبد العزيز نهائي خلاص أنا تعبت خلاص، اللي فيه كافيني. قلت لا، فيه مفاجأة. قال وش المفاجأة؟ قلت تفضل وادخل. أول ما دخل أبوه يا أخوان والولد يصيح، ولا أبوه يصيح. تعرفون وش قال الولد؟ قال يبا تكفى سامحني على اللي جرى، يبا سامحني والله ما عادت تتكرر، والله ما عاد أكررها يبا. قال الولد، قال الأبو لولده يا ولدي ليش سويت كذا؟ قال يا يبا ما كنت أتوقع أنه ذئب بشري. عموما الولد يا أخوان تاب وأصلحه الله جل وعلا وأصبح من رواد المساجد. أختم يا أخوان، أقول يا أخوان الولد هذا يا أخوان الآن من فضل الله جل وعلا من الله عليه بالهداية، ولكن مهما كان الولد هذا ضحية ذئب بشري. تكفون يا شباب نصيحة، نشوف بالشوارع ضياع، نشوف بالسجون ضياع. يوم من الأيام دخلت على إحدى السجون، وكذلك في السجن الانفرادي، وإذا بذلك الشاب قد انهار في البكاء. والله يا أخوان ذلك الشاب انهار في البكاء. قلت له لا إله إلا الله، لأني عرفت ذلك الشاب. قلت ما كنت عزيز، ما كنت من أصحاب الخير، ما كنت من أصحاب الصلاح، وش اللي ضيعك؟ قال يا أبو عبد العزيز ضيعوني الشباب، أغاني وراقص ومجون. تكفون يا شباب نصيحة من القلب إلى القلب. تشوفون الآن بالإنترنت وبالصحف اختطاف شاب واختطاف شاب واختطاف شاب. والله إن لم يتوب ذلك الشاب عن هذا الأمر ليأتي يوم القيامة بين يد الله ويقف بين محكمة عظيمة، الشهود الجوارح، القاضي الله، المآل إما إلى جنة وإما إلى نار. يا شاب لا تضيع أبناء المسلمين، يا شاب استح على وجهك من الله، يا شاب والله أنك تستحي أن تنظر إلى شباب من أمة محمد يتنعمون ويقلدون النساء، والله ما تعرف أهو رجل أو امرأة. وهذا والله يا أخوان اللي يخجلك. بالله ما تبي تصير أبو بعدين؟ ما تبي تصير أبو عندك أبناء؟ وهذه والله يا أخوان نصيحة أوجهها. إذا كنت وقعت يا شاب يا صغير بمعرفة شاب وشاب، أقول لك تب من الآن وادخل حلقات تحفيظ القرآن. يقول لي واحد وش تسوي حلقات تحفيظ القرآن؟ حلقات تحفيظ القرآن تحفظ دينك، تحفظ عرضك، تحفظ أمانتك. والله ما تلقى شاب دخل في حلقات تحفيظ القرآن وهو يتخبط في مجالس الضياع. واحد يا اخوان يحدثني شخصيا في احدى السجون، قلت وش جريمتك؟ قال جريمة قتل. قلت وش سبب القتل؟ قال دخلت في استراحة، دخلت في استراحة وجايبين لهم يسمونها صيدة ويعرفونها أهل المعاني هذه. يقول المصيبة الصيدة حاطينها في مكان، فكانوا يدورون على الصيدة إلى أن يأتي دوري، لأني أنا كنت شيطان مثلهم. يقول أول ما دخلت على الصيدة إلا هو أخوي، يقول إلا هو أخوي، يقول أخذت الرشاش وأعدمت 3 من الموجودين.
قال أنا. قلت ليش؟ قال لأني أنا رضيتها بعيال خلق الله لأن الله فضحني في قعر دارك. أنا رضيتها بعيال خلق الله لأن الله فضحني بأقرب واحد عندي. فضائح وسجون وهموم وأحداث وجرائم إلى متى؟ يا شاب افتح عقلك، الإجازة الآن موجودة الصيفية، انظر إلى الدوران في الشوارع، والله إنه نذير من الله إن لم نتوب ونرجع إلى الواحد الديان، والله أنه نذير. أختم أيها المؤمنون الله. وقبل أيها الشاب ادخل حلقات تحفيظ القرآن. أما تريد أن تجلس في مجالس الذكر والإيمان؟ من الآن ما دخلت تحفيظ القرآن، روح قل بسجل عندكم، والله تجد السعادة، والله تجد الراحة، والله تجد الفوز. والله لو ما وجدنا الراحة ما تركنا الحانة إلى الآن، والله لو ما وجدنا الراحة ما التزمنا إلى الآن. ادخل حلقات تحفيظ القرآن، اجلس مع الصالحين. واللي ينتكس ورجع عن طريق الحق والهداية، طريق جربته وطريق شفت فيه ذكر، شفت فيه إيمان، حرام عليك تضيع الوجوه الطيبة بالوجوه التي تخدم وأصبحت جنود الشيطان. أنت يا من تفكر في التوبة، يا من تفكر بالالتزام إلى الآن، إلى متى وأنت تفكر بالالتزام؟ إلى متى وأنت تفكر بالتوبة؟ تنتظر لين يجيك الموت؟ تنتظر لين يجيك حادث؟ تنتظر لين يجيك مرض؟ نصيحة، إذا كنت تفكر بالتوبة اجزم من الليلة، لأن الله جل وعلا يقول فإذا عزمت فتوكل على الله. يقبل الله توبة التائب، بل الله جل وعلا الآن من فوق 7 سماوات ينظر إلينا. فقل يا رب أتيتك تائبا، يا رب أتيتك راجعا، يا رب